واش رمضان غيبدا نهار الخميس ولا حتى نهار الجمعة؟ وزارة أوقاف خرجت ببلاغ مهم بخصوص مراقبة الهلال، والتفاصيل اللي غادي تسمع دابا خاص كل مغربي يعرفها. السلام عليكم ومرحبا بكم متابعينا الكرام، نتمنى تكونوا بخير. اليوم جيناكم بخبر جديد بخصوص موعد أول أيام شهر رمضان المبارك بالمغرب، ولكن قبل ما ندخلوا في التفاصيل ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. اقتراب شهر الصيام والقيام كيبقاو المغاربة كيترقبوا الإعلان الرسمي ديال فاتح رمضان، وكما عارفين المغرب كيعتمد بشكل أساسي على الرؤية الشرعية بالعين المجردة باش يحدد بداية الشهور الهجرية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت رسمياً أن مراقبة هلال شهر رمضان غادي تكون مساء نهار الأربعاء 18 من فبراير 2026 اللي كيوافق 29 من شعبان 1447 هجري. الوزارة دعات القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية في جميع مناطق المملكة باش يخبروا بنتائج مراقبة مباشرة سواء تبتت الرؤية أو لا، عبر أرقام الهاتف اللي خصاتها لهذا الغرض. وبحسب بعض التقديرات الفلكية كاين احتمال كبير أن يكون الهلال واضح وسهل الرؤية، وهذا الشيء كيخلي التوقعات ترجح أنه يكون أول أيام رمضان فلكيا هو يوم الخميس. ولكن مهم بزاف نأكدوا أن الإعلان النهائي كيبقى بيد وزارة الأوقاف مباشرة من بعد عملية تحري الهلال مساء الأربعاء. عني باختصار تاريخ اللي كيدور دابا غير توقعات، أما القرار الرسمي فغاد يكون غير من خلال البلاغ ديال الوزارة. كيف العادة في المغرب دابا قولوا لنا في التعليقات واش واجدين لرمضان، وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع أصحابكم باش حتى هما يكونوا على اطلاع بآخر الأخبار. شكرا بزاف على المتابعة، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم.